ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه الفته بطريقه سهله وبسيطه جدا. قبل ما نبدا اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. اول حاجه هنعملها العيش. هنحمص العيش ازاي بطريقه سهله؟ انا هنا حمصته عشان ننجز بس وقت، عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكي. اول حاجه بنجيب العيش بتقطعيه مثلا بالمقص او بايديكي زي ما انت حابه. هتحطي عليه معلقتين خل كبار، معلقه توم مفرومه ومعلقتين سمنه وشويه فلفل اسود وملح، وتحطيهم في الفرن لغايه ما يتحمصوا. بس كده. وبعد كده هتروحي سلقه اللحمه. هتجيبي حله وتضيفي فيها ميه وتسيبيها، بس يعني الميه يا دوبك تدفى بس، وتنزلي عليها باللحمه. لو حطيتي اللحمه في ميه بتغلي بتكش منك. هتسيبيها تدفى الميه، وتروحي نازله باللحمه بعد كده لغايه ما تحسي ان الريم طلع على الوش. وتروحي لما كله اول ما تلمي الريم، ما تحطيش مع اللحمه ولا بصل ولا جزر ولا اي حاجه خالص. بعد ما تشيلي الريم خالص هتروحي ضايفه بصل، تبشري بصلايه وسط وتدعكيها بملح وفلفل ونص جزرايه ونص طماطمايه وورقتين لورا بس كده. وتسيبيها تستوي. هتلاقي ريحه الشقه كلها ريحه اللحمه المسلوقه هتجيب معاكي اخر الشارع. بسم الله ما شاء الله. كده اللحمه هنسيبها تستوي. هنا الطماطم بتتسبك. هتجيبي معلقتين سمنه وتجيبي عليهم معلقتين توم مفرومين كبار وتسيبيهم لغايه ما تحسي التوم اصفر معاكي. تنزلي عليه بربع كوبايه خل ونص معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، وتكوني ضاربه الطماطم في الخلاط وتروحي ضايفاهم وتسيبيهم تاخد غلوتين تلاتة. الصلصه بتاعه الفته مش بنتقلها بزياده، لا احنا بنخليها بس تاخد غلوتين تلاتة ونروح طافيين عليها. خلاص الاكله خلصت، يا دوبك احنا هنرص الصينيه. هنعمل ايه؟ هنجيب العيش اللي احنا حمصناه. هتضيفي عليه مثلا 3 او 4 كبشات صلصه كبار، وتروحي ضايفه عليهم برضو 4 او 5 كبشات شوربه. طبعا الشوربه تكون سخنه مغليه وتروحي مقلباهم كويس مع بعض. بس ما تحاوليش تزودي الشوربه بزياده قوي عشان ما تعجنش منك العيش، او برضو تقلليها جامد هتلاقي العيش هيفضل ناشف. لا انتي خير يعني خليها وسط احسن. خليهم مثلا 5 كبشات ولا حاجه كده بس كده. تروحي مقلباهم كويس فيها وتروحي ضايفه عليهم معلقتين رز. حتى يعني مش هتحطي الرز بس من وش كده من فوق بس، لا انتي هتحاولي تحطي رز مع العيش من جوه عشان يدي تيست حلو معاكي. وتروحي ضايفه بقيه الرز بتاعك كله وتروحي ضايفاه من فوق كله عليها. احنا هنعملها زي صينيه كده هنعمل تورته فته النهارده. مش هناخد العيش لوحده ونحط عليه الرز وكده، لا لا خالص. هيبقى كل الاكله في صينيه واحده. تنفع معاكي في العزومات، تنفع معاكي اللهم بارك في مثلا في عقيقه، في الاعياد. بتنجز معاكي في اي وقت. وبرده مش هتحتاجي تحمري اللحمه بره في حله بره او حاجه، لا احنا هنحط كله على بعضه زي ما هتشوفي دلوقتي معايا كده. انا بس بخلص برص كميه الرز كلها على بعضها، واروح مسويه الصينيه كده عشان تطلع شكلها حلو، عشان العين بتاكل قبل. تمام بالظبط كده اهوت. كده انا خلصت الصينيه. هروح جايبه بقى بقيه الصلصه اللي عندي، هروح ضيفاها على الرز من فوق. دي برضو خطوه حلوه انا نسيت اقولها. بجيب بقى معلقتين او كبشتين شوربه في بعد ما برز الرز. بروح حاطه الشوربه على الرز علشان خاطر اللي كله يبقى تيست واحد. الرز مع الشوربه مع اللحمه كله بطعم واحد مع الفته بالعيش. وتروحي رصه بقى الصلصه كده بشكل جمالي زي ما انت شايفه كده معايا. بعد كده ترصي بقى اللحمه كلها من على الوش، وتروحي برضو ضايفه عليها طماطم، وتروحي مدخلاها الفرن. هتلاقي معاكي اللحمه طالعه زي اكنها مشويه من جوه، طريه وجوسي، ومن جوه كده من بره كده مقرمشه زي اكنها مشويه. ومش هتحتاجي بقى تتعبي نفسك وتعملي كذا حاجه، لا كله مع بعضه. بس زي ما انت شايفه كده معايا. وما شاء الله اللهم بارك كده. تقريبا الفته اتسهلت جامد. الواحد كان بيبقى حامل هم اللي هو يعمل فته ويقول دي تفاصيلها كتير. لا والله بالعكس، انت لو وقفتي في المطبخ سميتي بالله وصليتي على الرسول، وهتلاقي كل الاكله معاكي خلصت على طول. بسم الله ما شاء الله. بس كده. وكده الاكله بتاعتنا خرجت من الشوايه.
زي ما انت شايفه اللحمه جميله جدا ما شاء الله. وهتغرفيها كلها بقى في، يعني ما تيجي تحطيها على السفره هتلاقي نفسك بتغرفي كله على بعضه، مش هتحتاجي بقى اطباق كتير ولا حاجه. لا اللهم بارك. بس وكده اكلتنا خلصت النهارده. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك ولا الشير، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله نشوف بعض في اكله جديده باذن الله يا حبايب قلبي. باي باي.